السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد معاكم النهارده وروتين جديد. قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ازيكم؟ وحشتونا اوي اوي اوي. آه الفيديو بقى النهارده نجرسكو يا جماعة. آه دي كان عندي نص صدر فرخة كده، رحت مطلعاه مقطعاه، ورحت سخنت الطاسة بشوية زيت، ورحت نازلة بيه بالفرخة كده. انا كان عندي الايد سن قبل ما اقول لكم. الايد هنا كانت بدأت تطلع ريحة شياط، يعني عشان البلاستيك والنار تحتها عالي، فرحت لفاه. انا كان عندي، كنت عاملة كشري مصر، وكان عندي الطبق يعني. فاعمل ايه؟ اطبخ ايه؟ فانا عندي ابني يعني مش بيحب البشاميل قد كده، فاعند قصاده واطلع اعمل اكل تاني، ولا اعمل اكل بعيش، ولا اعمل ايه؟ وانا صراحة كان نفسي اكل بشاميل يا جماعة، اكدب عليكم يعني. فقلت والله ايه اللي انا عامل. كل الكشري، كل ما كلش اكبر بقى تاكل معانا، لما تاكلهاش وجبناها معانا. فالمهم هنا بقى ايه، رحت مطلعاها، كنت مطلعه الحاجة على بيات اصلا، الفرخة واللبن، وكان عندك الشوربة وكل ده هنشوفه في الفيديو. هو بقى شاف الحاجة بالليل على بيت، لا انتوا تعمليش بتعملهاش، انتوا هتاكلوا وانا مش باكل يعني. انا باجي من المدرسة والدروس تعبان. قلت له يعني ما قلتلك مش هتاكل يا حبيبي؟ عندك الكشري. هو مش ناوي يضرب والله يا جماعة، بس يعني كل مرة اطبخ على هواهم يعني. ما انا عايزة اكل برضه انا بني ادمة في وسط البيت دي. وما بعملهاش كمان كتير، لان عارفة يعني هيبقى فيها جدال، هيبقى فيها وش وجدال بقى، يعني دي يقولك اه، دي يقول لا، ودي بحبه وكده يعني. فما باجي اعملها بضطر ان انا يبقى عندي اكل تاني يعني، عشان يعني ايه، اراضي جميع الاطراف. فالمهم بقى ايه، توكلنا على الله كده، ورحت ناوية النية، ورحت مطلعاه وعاملاها. فتوكلنا على الله بقى. هنا بقى حطيت شوية الملح، شوية الفلفل الأسمر، 7 بهارات، ودي مرقة، وأقلب كل دي. ورحت بقى مغرقاه شوية بابريكا كده عشان لونها الأبيض المقرح دوت يبقى أحمر وجميل كده. هحط شوية بابريكا دلوقتي، واروح نقلها ايه على العين التانية اللي هناك دي. اهو، غرق غرق غرق. استنوا ما اقفل معاكم عشان الراجل دي يعدي، بتاع الربابيكي. لا، بتاع الربابيكي مشي، ومش عارف اتكلم، وهو يعني عمال ينادي كده في الميكروفون. ربنا يعين كل واحد على حاله ويرزق كل واحد. هنا بقى انتوا اتفرجوا على الفيديو، عمال كان معاكم في موضوع كده. يعني هي واحدة يعني ايه، انا ما اعرفهاش، بس هو يعني كان حد بيتكلم قدامي في موضوع كده، فانا حابة يعني ايه اتكلم فيه معاكم. عايزة اقول لكل واحد متجوز او ناوي يخش على جواز، يا ابني انت لو نيتك خراب بيوت، او نيتك ان انت ما تكملش، او نيتك ان انت مش قد المسؤولية اصلا، وانتش عارف يعني ايه بيت وجواز وناس، ويعني واطفال وعشرة والكلام ده كله، يعني بنصحك باش انت تخش على بيوت الناس وان انت تتجوز. انا ملاحظه يا جماعه الفتره اللي فاتت ديت ان ناس كتير قوي بتتطلق، ناس كتير قوي تحب خراب البيوت يعني، ومحدش عنده طولة بال لحد. يعني انت اما تبقى واحد متجوز ومعاك 4 اولاد، يعني يعني معاك الآنسة، ومعاك اللي داخلة على سن مراهقة، واللي في 6 ابتدائي، اللي عندها 11 سنة، واللي عندها 13 سنة، واللي في رابعة يعني 9 سنين ولا 10 سنين، يعني أطفال كلهم على يعني في مراحل محتاجة أب وأم. فانت ان ما كنتش انت قد المسؤولية، او مراتك كمان ما تبقاش قد المسؤولية، يعني بلاها منها الموضوع دي. كنتوا فين بقالكوا اكتر من كام سنة انتوا الاتنين؟ انا ما برميش اللوم على واحد وواحدة، ممكن هي تكون مظلومة، ممكن هو يكون مظلوم، الله اعلم ورسوله، بس انتوا الاتنين كنتوا فين؟ يعني تعال نرجع بالزمن كده، انتوا متجوزين يعني عندك واحدة عندها 11 سنة 12 سنة، إيه انتوا فين مثلا من 6 سنين فات، او من 8 سنين فات، قبل ما تخلفوا بقية العيال؟ كنتش عارفين بعض؟ يعني انا مش عارفة يعني ان انتوا المراحل توصل بكم انتوا يعني كل واحد في طريق،
وهو ياخد العيال عند امه، وهي وحبة عند امه وحبة عنده. العيال يروحوا ما يلاقوش حد في البيت ويروحوا للجيران. انتوا فين؟ انتوا فين وسايبة اولادك كده؟ انت عارفة الجيران دولت يعني هما جيراننا وحبايبنا وعشرتنا وكل حاجة، بس انت برضه ما تعرفش الشيطان اقوى من اي حاجة. ما تعرفش الجار دوت بنتك هتقعد عنده ساعة ولا اتنين، مراته في البيت ولا مش مراته، ما تروح تخبط. يا جماعة انا مش عارفة. الناس هتقول الدنيا بخير وكل حاجة ماشي، انا ما قلناش ان الدنيا بخير، بس انا قبل ما اعمل اي حاجة افكر في ولادي. افكر في ولادي دول هيروحوا فين، وبالخصوص ان هما بنات. هيفكر يروح فين يعني. والشيطان وحش يا جماعة. انا مش عارفة حد يعني فاهمين كلامي ولا لأ. فيعني انتوا فين من 6 سنين؟ كنتوا فكرتوا في بعض، فكرتوا انتوا تكملوا، فكرتوا على الأقل يعني المصيبة ما تبقاش مصيبتين. دي يا جماعة الشوربة اللي انا كنت مطلعة اللي على الوش دي سمنة يعني سمين. هي كانت شوربة بط. المهم اني والله ما سمعت الحكاية يعني زعلت. انا ما اعرفش تفاصيل والله. انا يعني يعني اللي في دماغي كله العيال. يعني انتوا عارفين يعني لما يروحوا وكمان ساكنين في عمارة محدش يعني انتوا فاهمين يعني حد متفاهم اللي انا عايزه اقوله. ما بنتك كده تروح تخبط وجيرانها يفتحوا والله اعلم. انت واثقه في جارتك اللي لازقه فيك؟ افرضي جارتك اللي تحت فتحت، اما الكلام ينتشر مثلا انت ما انتش موجوده يعني. الشيطان وحش. كنتوا فين انتوا الاتنين؟ المصاريف يعني هنقول الله اعلم. ملامسات ان هم يسيبوا يعني. الملامسات ان هم الاتنين يعملوا في بعض كده، وهي تسيب البيت وتسيب العيال وهو يروح شغله. الكلام ده كله ما فكرتش العيال ده تاكل فين؟ فكرتش العيال ده تشرب فين؟ من يصحيهم من المدرسة شكلهم ايه؟ هدوم من المدرسة نضيفة ولا وسخة؟ انت برضه ما فكرتش في ولادك ان هم مثلا اقل ان هم يبقوا يظهروا قدام صحابهم نضاف واكلين شاربين؟ انتوا فكرتوش في ده كله قبل العيال؟ ده 4 عيال يا جماعة، مش طفل واحد مثلا نقول على قد الاستحمال. هو طفل واحد برضه زي 4 زي 10 بس هنقول مثلا فكرة مصاريف. مش عارف. يعني والله ما اعرف. انا كل الموضوع كل اللي شاغلني العيال والله العظيم. مش هو ولا هي. ان كان هي او هو يعني كل واحد منهم يروح في داهية. بس الولاد دول ايه ذنبهم؟ حتى يعني تشوف البنت يعني ما تحس انها مكسورة كده. البنت اللي هي يعني عندها 9 سنين دي يا حبيبتي، تحسها ده مكسورة كده مش عارفة الناس اللي كده ازاي كده. هو في رجالة لا تطاق وفي ستات لا تطاق. انا مش والله يعني انا لا مع دي ولا مع دي يا جماعة. بس انا بتكلم ان احنا فين دماغنا، فين عقلنا، فين ان احنا نفكر في ولادنا. اه انت ما ميلتيش. انت ما ميلتش. اه ممكن نكون ميلنا لبعض كتير وكتير كمان عن الله، سواء من فيهم هما الاتنين اللي غلطان. ممكن الطرف التاني اللي غلطان يعني يعني اللي مش غلطان فوت كتير وجاب اخره. والطرف التاني اتعود على كده. ما مش مع يعني معاكوا في كل التفكير ومعاكوا في كل حاجة. بس هنقول ايه؟ يا ربنا يهدي يا رب بس الواحد بيقول على الولاد. هنقول ايه يا جماعة اكتر يعني ان ربنا يهدي. بس انا والله ما سمعت الموضوع يعني زعلت، فيعني قلت اما اتكلم معاكم فيه بصوت عالي وكده. استنوا الأذان بيدن يا جماعة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فالمهم يا جماعة يعني كنت بقولك أنا سمعت يعني الموضوع وكده، فقلت أما أتكلم معاكم فيه لعل وعسى حد يكون يعني في معاه نفس الموقف. يا مش بقولك استحملي وكده، بس يعني نعقل دماغنا في الموضوع شوية. وزي ما بيقولوا كل مر سيمر. يعني ما فيش مر بيفضل على طول، وما فيش صعب بيفضل على طول. وطول ما احنا رامين توكلنا على ربنا، ربنا معانا وسامعنا وشايفنا.
آه، فلو كنت يعني اقولك استحملي شوية كمان، فاقولك استحملي عشان الولاد مش عشانه. هو صعب على الواحدة صحيح انها تقعد مع واحد مش مقدرها مثلا، زي ما سمعت بعض الكلام، يعني ان هو مش مقدرها او كده. فاقولك اعتبري انه مش موجود، اعتبريه ميت، اعتبري انه هو ميت. هيبقى صعب عليكي ميت وشايفاه قدامك، او انه يكون ميت وفي التربة، بس هو ميت وقدامك ساعات بتبقى صعبة شوية. أه وقلة الكلام وكده وده كله، عارفة ان هو يبقى صعب. بس ارجع اقولك عشان ولادك، انت مش هتبسط ما تبقي ولادك بعيد عنه. واحدة هتقولك هبقى مبسوطة ان هو بعيد عنه، بس اقولك لو رجعت بيت اهلك مش هيبقى لك مكان فيه. يعني اللي يخلي مامتك شايفاك قاعدة في بيتها، او باباك شايفين انت قاعدة في بيتهم من غير الاربع ولاد وقاعدة متحيرة ومتعذبة، فهم برضو هتبقى انت ملكيش مكان هناك، انت والاربعة وبياكلوا وبيشربوا، هتبقي تقيلة قوي. يعني انت ما صعبتش ان انت بعيد عن وجهك، هما سايبين، يعني هما سايبينك اختيارك والكلام كلامك، هما ما راحوش خبطوا عليك وقالوا لك تعالي. انت فاهمين انا عايزه اقول ايه؟ يعني ما خبطوش عليك وقالوا لك تعالي في نفس الوقت. ما يعني مش عارفه هو ايه اللي بيحصل، يقولوا لك روحي ما تروحيش. بس يعني انا مش يعني انت فاهمين انا عايزه اقول ايه؟ انا مش بقول ان الام ضد بنتها او كده، زمان انا نصحتها وقالت، بس انا عايزك انت ملكيش مكان هناك، انت ملكيش مكان هناك. ف استهدوا بالله يا جماعه كده. و انا مش عارفه يعني اللي انا بقوله صح ولا غلط، او في ناس هتتفهم اللي انا عايزه اقوله. لا ارجع واقوله يعني ايه، ربنا يهدي كل الناس يا رب، وربنا يهدي كل زوج لزوجته، ومحدش يتدخل بين كل واحد ومراته. انا بقولكوا بقى، انا غسلت لكم المواعين وعملت لكم بيض كابتشينو، اما الاكل يستوي. فالمهم يا جماعه ايه، زي ما قلت لكم كده، ربنا يهدي كل واحد يا رب، ويبعد عنهم ولاد الحرام. و واكتبوا لي كده في تعليقات الكلام اللي بقوله صح ولا غلط، يعني انا مش عارف، كل واحد له وجهة نظر. دي الاكلاوات يا جماعه بتاعنا استوى، ودي كانت سخنه قوي قوي قوي. مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد.